السلام عليكم يا أحلى متابعين، كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. جيتكم اليوم بالقصة الثانية لهذا النهار، نتمنى أنها تنال إعجابكم، وما تنسونيش كيف ما العادة من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينة بحالكم. وقبل ما ندوزو للقصة نصليو على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندوزو للقصة مباشرة. أنا منى، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكاية ديالي. أنا اليوم البنات بغيت الرأي ديالكم، بغيتكم تفيدوني في واحد المسألة. أنا كنت عايشة مع عائلتي الحمد لله، كنا حنا 3 ديال البنات وولد واحد. الوالدة ديالي من بعد ما توفى الوالد الحمد لله بقات جا معانا وبقات معيشانا وكنا معاها بخير. الوالد كان مخلي لينا الدار فيها 2 ديال الطبقات، وبطبيعة الحال الوالدة ديالي كانت مرا كبيرة، فكنا أغلبية الوقت كنجلسو في الطابق التحتاني. الحياة بيناتنا كانت غادية مزيان. خواتاتي كل وحدة فيهم شافت النصيب ديالها، وحدة فيهم تزوجات على برا، والثانية تزوجات في واحد المدينة اللي كانت قريبة منا شوية. بقيت غير أنا وخويا. المشكلة البنات اللي كاين هو أن خويا كان على علاقة بواحد السيدة. هاد السيدة البنات إنسانة يعني سمعتها خايبة، زائد أن الوالدة ديالي ما قبلاتهاش وما بغاتهاش أنها تكون من نصيب خويا، وهو كان كيحمق عليها وكيتسطى عليها، ودايما كيقول لنا أنا نهار غادي نتزوج بهذيك السيدة. غادي تقولوا لي وانتم شنو كتعرفوا عليها وعلاش كرهتوها؟ هاد البنت البنات غادي نقول لكم، خويا فيما كنا غادي خارجين ولا مسافرين ولا كانت شي عراضه ولا شي حاجه، حاتي عليها في يديه وجايبها معاه. كانت كتقول لي الوالده ديالي واش هاد البنت ما عندهاش الوالدين اللي حكموها؟ واش هاد البنت ما عندهاش اللي يقول ليها شنو هي الحاجه الخايبه وشنو هي الحاجه المزيانه؟ واش هي ما كاينه حتى شي علاقه بينها وبينك وفيما قلتي ليها يلاه كتبعك؟ واش هذه هي السيده اللي باغي تجي وتدخلها عليا داري وتولد معاك وليدات اللي يوليو حفادي؟ راه ما يمكنش. راه بنادم فاش كيبغي يتزوج كيختار بنت الناس، بنت الاصل، انسانه اللي تكون مربيه وجالسه مثبته ومحصنه في دارهم وكتسنى الراجل يجي باش يخطبها من دارهم، ماشي هي تابعاه فيما قال لها يلاه كتزيد وبلا حشمه بلا حيا كتجي وكتشوف فينا حنا وجها لوجه وما عندهاش المشكل. لكن هاد الهضره كامله اللي كانت كتقول الوالده بحال الا كتكب الماء في الرمله، وهو ديك السيده معشاليه في الدماغ ديالو وباغاها هي اللي تكون مراته. مشات ايام وجات ايام، غادي نتزوج واحد السيد الله يعمرها دار، انسان اللي كنت كنشوفو فارس الاحلام ديالي، بخديمته بدويرته اموره مستقره، كنت غادي نعيش معاه بخير. الوالده ديالي كان عاجبها الحال من ناحيه هاد السيد، نهار اللي جاي يخطبني تهلا فيا كبر بيا، انسان اللي كانت كتشوفو باللي هو معقول. فعلا البنات تزوجت به، بدات حياتي الزوجيه معاه. هاد السيد هذا ما كان مخصصني من حتى شي حاجه، مهلي فيا بمعنى الكلمه. دوزت معاه مده قصيره ومن بعد غادي نلقى راسي حامله. حملت الحماله الاولى، صراحه الله دازت واحد الفتره اللي هي زوينه بزاف، وراجلي كان كيتهلا فيا بزاف. من بعد ما ولدت ما غاديش ندوز بزاف ما بين الولاده الاولى والحماله الثانيه. ما عرفتش كيفاش وقع ليا، ما عرفتش ننظم راسي، وغادي نلقى راسي حامله للمره الثانيه. الوالده ديالي كانت فرحانه وقالت لي انا فرحانه يكونوا عندي الاحفاد ديالي وتعمروا عليا الدار وتبقاو تجيو لعندي ونسمع. حتى انا داك الضجيج ديال الوليدات الصغار كيعجبني، كيحسسني بان الحياه مازالها مستمره. المهم كانت كتشجعني وكانت كتقول لي باللي عمرك ما تقنطي ان ربي رزقك بالوليدات، راه كاينين الناس اللي كيتمناوهم وما لاقيينهمش، حمدي الله وشكريه. المهم البنات الوالده ديالي صبراتني ودوزت ديك الحماله على خير، ولاو عندي 2 ديال الوليدات اللي ما مفاوتينش مع بعضياتهم بزاف. وراكم كتعرفوا ديك الولاده اللي كتكون هكا مرادفه على بعضياتها صعيبه بزاف، كتحتاجي مجهود اكثر. يعني هو ما كنتي غادي تربي واحد خاصك تربي 2، فاذا خاص يكون عندك مجهود اللي هو كتير، خاص شي حد اللي يساعدك. انا راجلي ما كانش كيقرب للوليدات او اللي يساعدني فيهم،
وكان في نفس الوقت خاصو يجي من الخدمة، خاصو يجي يلقى الدار مقادة، يلقى ماكلتو، يلقى أمورو كلها مقادة، زائد أنه يلقى وليداتو نقيين وزوينين وكيتسناوه باش يجي هو يبوسهم ولا يلعب معاهم. ما غادياش نقول لكم باللي أنك تربي الوليدات وزائد المهام اللي كتكون عندك ديال الدار راها سهلة، راه كيف ما ديك المرأة اللي كتكون يعني خدامة حتى هي بحالها بحال الرجل وكتقول لك أنا راني كنتمحن، راه بحالها بحال ديك السيدة اللي كيكونوا عندها وليدات متقاربين وخاصها في نفس الوقت تكون جامعة دارها وتكون قادة حالتها وتكون في واحد الصورة اللي هي زوينة قدام راجلها. يعني كتكون عندنا تمارة حنا بزوج، لكن الراجل ما كانش نهائيا كيعاونني في هادشي. مشات ايام وجات ايام، خويا بقى مصر على ديك السيدة ولا دايما داخل خارج هو وياها. فغادي يجي واحد النهار وغيفاجئنا. انا كنت عند الوالده ديالي في الدار، جا لعندنا وقال لنا بلي انا باغي نقول لكم واحد الموضوع اللي هو مهم، وهذا الموضوع هذا الا ما حليتوهش معايا راني غادي نمشي نغرق في الحباسات. مالك شنو واقع؟ ديك البنت اللي معايا راها حامله، وانا الا ما تزوجش بها عائلتها قالوا لي نصفيوها لك ولا نصيفطوك للحبس. ماما ديك الساعه بدات كتغوت، قالت لي علاه هي عندها العائله، لو كان عندها العائله ما يخليوهاش غادي جايه معاك فيما قلتي ليها يلاه تابعاك. هاد العائله ما بانت غير دابا، راه دارتها لك بالعاني باش تزوج بها. قال لها انا ما كيهمنيش، انا اللي كيهمني دابا هو ان ديك السيده خاصني نتزوج بها، ما عنديش كيفاش ندير، وانتم خاصكم تعاونوا معايا وخاصكم تمشيو وتخطبوها ليا. قالت لي ماما كيفاش نخطبوها لك وهي حامله؟ اش من خطبه هذه كتهضر عليها؟ قال لها لا، خاصك غير تكبري بها قدام الناس، وهي ما باغاش تبان بحال هكا يعني خارجه من دار بوها وهي حامله. شفنا حتى عيينا. قلت لماما شوفي، مهما كان هذاك راه كيبقى ولدك، وهادشي اللي غديري ما غديريش على ولدها، غديري على قبل ولدك، ماشي مشكل. عيطنا على اختي اللي كانت في ديك المدينه اللي قلت لكم قريبه منا، قلنا لها بلي حنا راه خاصنا نمشيو نخطبوا لخونا. بطبيعه الحال جات ووجدنا المسائل اللي خاصنا نديو ومشينا خطبنا عليه. خطبناها ودرنا خطبه وضرب الصداق، لحقاش السيده حامله وخاص الزواج يكون باقرب فرصه. المهم البنات داروا ضرب الصداق، فالبنت غاديه تجي وتبدا تشرط علينا وقالت لك بلي انا باغيه العرس وما تديونيش هكا سكوتيه، انا ماشي قاتله شي واحد، انا باغيه حتى انا نمشي بحالي بحال البنات اللي تزوجوا. شافت ماما بكل وقاحه وقالت لها انتي بعدا فاش زوجتي بناتك ما درتيش ليهم العرس؟ بقات غير كتشوف فيها ماما، قالت لها بطبيعه الحال درتي ليهم العرس، ورات انا بغيت ندير العرس. ماما شافت في خويا وقالت ليه دبر راسك، انا اللي عليا درته. مشينا للدار، بدا هو ديك الساعه كينقار على ماما وكيقول لها والو انت خصك توقفي معايا، وهذاك راه نهار كبير عندي وهادي قالت لي شوف انا هادشي كامل اللي درتو على ودك. هذيك البنت انا ما حملتها ما قبلتها وما بغيتهاش تكون يعني مرات ولدي، ولكن دابا في هادشي التخربيق ديالكم انا ما تبقوش تدخلوني فيه. والسيده حامله وكتقول لك باغا العرس، واش هادي باغا تفضحنا؟ قال لها مالها حامله، راه يلاه حملات، راه داكشي راه ما بينه حتى شي حاجه، ما بين لها لا كرش ما بين لها والو، صافي ندير لها العرس وندير لها خاطرها، راه غير نهار واحد بنادم كيدوزو في العمر. ايوا قالت ليه واخا ماشي مشكل. شفنا حتى عيينا، كيبقى خونا وعزيز علينا ومهما كان ومهما بغات تكون هذيك السيده كيف ما بغات تكون، فاحنا ضروري خاصنا نوقفوا معاه. قادرين ليه، صوبنا الحليوات، المسائل كامله اللي كتخص العرس وجدناها ليه، وقفنا معاه وقلنا لماما صافي ديري راسك ما شفتي والو ما عارفه والو. المهم دازت ديك العراسيه على خير، جاب السيده للدار، غادي يسكنها في الدار اللي الفوق، وبقات الوالده ديالي ساكنه لتحت. كانت ماما عطياها التقار وما عزيزش على انها تعامل معاها بزاف، لحقاش كتقول لي السيده عيشوريه، كلمه جوج كتنهض في ماما، فكانت كتقول لي انا ما باغياش معاها المحاكه وما باغياش ولدي يكرهني بسببها. كانت عطياها التقار، ولكن هي كانت كتحاول مره كتجي وتهبش عليها وتهبش علينا. في واحد النهار الوالده ديالي مرضات، وهذيك المرضى كانت شويه صعيبه وخصها شي حد اللي قابلها. بطبيعه الحال حنا بناتها كلنا مزوجات وكل وحده عندها دارها وعندها مسؤوليتها، وخا هكاك كتبقى الوالده ديالي ما يمكن ليش انا نتخلى عليها. فكنت فاش كنجي عندها
عوض ما أنا نوقف معاها ونطيب خاطرها كنت كنجي كنزيد عليها التبرزيط، لحقاش كنجيب معايا وليداتي واللي كانوا مازالين صغار، ويعني وراكم كتعرفوا الوليدات الصغار البكا والصداع وكنولي حايرة فيهم غير هما، عوض ما نوقف مع ميمتي كنولي واحلة غير مع ولادي، والصداع والوالدة ديالي باغية الراحة. فاتصلت بختي وقلت لها ضروري أنك تجي وتجلسي مع الوالدة ديالي شي أيامات، هضري مع راجلك وحاولوا أنكم تفاهموا يخليك تجي واخا شي سيمانة ولا 2 سيمانات جلسيهم مع الوالدة ديالي، وأنا راني غادية نبقى مرة نجي عندكم، راكي عارفة الوليدات الصغار ما كيخليونيش نرتاح ولا ندير لها حتى شي حاجة، يعني كنولي أنا اللي مبرزطاها. قالت لي واخا دابا نشوف. هضرات مع راجلها قال لها صافي ماشي مشكل سيري قابلي ماماك. جلسات مع الوالدة ديالي تقريبا واحد 2 سيمانات وهي يعني خارجة من دارها ومخلية راجلها بوحدو، وهداك السيد كنا كنقولوا حنا زعما راه دار معاها فوق المزيان. بقات جالسة مع الوالدة ديالي متبعة ليها الدوا ديالها كطيب ليها تجمع ليها الدار، يعني الأمور غادية في أمان الله. دازت ديك 2 سيمانات فبطبيعة الحال كان خاصها ترجع لدارها، وقالت للوالدة ديالي بلي أنا راني خاصني نمشي وراه تبقى تجي عندك اختي مرة، المهم أنا راه نقدر نرجع عندك مرة أخرى. مشات اختي سافرات رجعت لدارها، وليت أنا مرة كندوز عند الوالدة ديالي وكنحاول بما أمكن أنني نعس وليداتي ونوض نقضي داكشي اللي خصو يتقضى عند الوالدة وكنرجع لداري، يعني ما كنتش كنبقى معاها بزاف، راكم عارفين التبرزات ديال الوليدات. المهم في هذيك الوقيته الوالدة ديالي صافي يعني ولات محتاجة أن شي حد يكون معاها في الدار، فحنايا قررنا وهضرنا مع خويا وقلنا ليه إلا كان ممكن أن يعني نتوما تهبطوا عند الوالدة ولا هي طلعوها عندكم وقابلوها في هاد الأيام حتى إن شاء الله يجيب ربي الشفاء. قال لي خويا صافي ماشي مشكل خليها تطلع لعندي. هز الوالدة ديالي وطلعها عنده للدار على أساس أن مراته غادية تقابلها. أشنو غادي تقابلها؟ راه ما غادي دير لها والو، غير تعطيها الدواء ديالها ويجلسوا معاها يطيبوا لها مكلتها، راه هما مطيبين قد بها قد بلا بها. المهم جلسات الوالدة ديالي معاها واحد المدة، لكن ما حد الوالدة ديالي وكتطول في المدة وما حد ديك السيدة بدات كتبين ليها الوجه الآخر، ولات مرة طيب وعشرة ما طيبش. وقالت لي لدرجة أنها وصلت بها بعد المرات كتمشي كتجيب الماكلة طيبة من الزنقة وتجلس تاكل وتقول يا خالتي نسخن لك ديك المريقة اللي بقات من البارح، بحال إلا أنا غير شي حاجة شايطة عندها. الوالدة ديالي تعصبات، وإنسانة اللي كانت واقفة على قدها، إنسانة اللي كانت كتقوم براسها، ولات وحده كتلعب بها وكتضحك عليها كيف ما بغات. هنا الوالدة ديالي كانت كتشكل خويا وكتقول له باللي أنا راني ما باغي حتى شي واحد يتجمل عليا، أنا لو كنت قادة غنوض نطيب ماكلتي راسي ومحتاجة فيكم حتى شي واحد. كيقول لها لا الوالدة راكي وليتي حساسة ما تديش عليها. المهم مشات ايام الوالدة ديالي ما قدراتش انها تصبر على داك الوضع اللي هي كانت عايشة فيه معاها، وقررت باش انها تهبط لدارها وقالت لينا ما عنديش مشكل واخا نحبو ونوض نقضي حاجتي راسي. هذيك السيدة راه تكرفصات عليا بما فيه الكفاية، دلاتني بمعنى الكلمة. فصافي الوالدة ديالي هبطت للدار، ولات شوية بدات كتكسب صحيحتها، ولات كتقدر تنوض طيب ماكلتها راسها، واخا كتقول لي راني كنجلس وكنقي ديك الخضيره وداك الشيء كلشي وانا جالسه، يعني ما كنقدرش نبقى واقفه في الكوزينه. المهم الحمد لله كنا كنشوفوا تحسن على الوالده ديالي. في واحد النهار مرات خويا هزات التليفون وعيطات لاختي اللي عايشه برا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عافاك فلانه انا عارفك قريبه تجي. اختي كانت قريبه تجي للمغرب لانها كانت عارفه الوالده ديالي مريضه وداك الشيء وضروري كان خاصها تهبط للمغرب، وكان باقي ليها شويه يعني سامعه هي الهضره وما عارفاش اختي وقتاش غادي تجي بالضبط. المهم سامعه بان اختي غادي تجي للمغرب. قالت لها انا بغيت نطلب منك واحد الطلب قبل ما تجي. قالت لها مرحبا. قالت لها واش ممكن تصيفط لي واحد المبلغ، ومبلغ اللي كان مبلغ اللي هو كبير. قالت لها اختي فاش محتاجه شنو بغيتيه؟ قالت لها اش غادي نقول لك، راه مأزمه عندنا القضيه حتى اقصى درجه، ولكن راه خوك فيه النفس وما كيبغيش انه يمد يديه لشي واحد، وراني اقترحت عليه باش انه يتسلف من عندك باش نكملوا باش نقضيو يعني في هذه الحياه ديالنا، ولكن هو راه رفض. وانا دابا راني كنهضر معاك وهو ما عارف حتى شي حاجه، وبغيت هاد الهضره تبقى بيني وبينك. بغيتك انت تصيفطي لي واحد القدر ديال الفلوس وراه سلف
والوقيته اللي تهبطي انت للمغرب انا ان شاء الله غادي نرد لك فلوسك. انا غادي نعطيهم لخوك على اساس غنقول ليه زعما راني تسلفتهم غير من عند الوالده ولا عطاتهم ليا، المهم غادي ندير ليه شي طريقه وما غاديش نقول ليه باللي انا تسلفتهم من عندك، وحتى انت ضربي الطم وما تقوليش بانني انا خايده من عندك الفلوس. قالت لها واخا ماشي مشكل، غير هو اختي انا راني ماشي شي وحده اللي يعني خدامه وعندي الفلوس، انا هاد المبلغ اللي قلتي غادي ناخذه لك من عند راجلي على اساس انني غادي نسلفه لك، ولكن راه فاش نهبط للمغرب ونبغي نرجع في حالاتي تكوني وجدتي ليا فلوسي. قالت لها صافي كوني هانيه. المهم البنات اختي صيفطات للسيده داك المبلغ وعيطات لينا اختي وقالت لنا باللي السيده راه خدات من عندي مبلغ كذا كذا، وراه فلان راه عنده ظروف قاصحه وعلاش ما كيحكيش لينا وعلاش ما كيعاودش لينا، كون جا هضر معايا انا نيشان كون عطيتو، وعلاش مراته هي اللي تدخلات وكذا. المهم حنا قلنا لها صافي ضربي الطم، هو ما باغي حتى شي واحد يعرفوا باللي يعني ما عندوش الفلوس او لا القضيه عنده مزيره، صافي سكتي. داكشي اللي كان. واحد شويه وليت انا مره هكا كنجي عند الوالده حتى ولات كتبان ليا مرات خويا مزلقه بالذهوبات، وانا عارفاها ما كانش عندها شي حاجه ديال الذهب من غير داك الخاتم اللي شرا ليها خويا في العرس. المهم وليت كنشوف داك الذهب، واحد النهار جالسين هكا مجموعين مع بعضياتنا وانا نقولها ليها، قلت لها صراحه هاد الذهب اللي دايره كيبان غزال. قالت لي اوي ليش من ذهب؟ راه قالت لي غير داك التخربيق ديال البلاكيور راه ماشي ذهب. قلت لها ويلي على هادشي اللي دايره نتيا ماشي ذهب؟ قلت لها راه تشوفيه تقولي ذهب نيشان. قالت لي لا راه هو كيبان بحال الذهب. واخا انا ما ثقتش بكلامها لان داكشي انا شفتو وقصتو بيديا باين ذهب. المهم قلت ما عليناش. علاش انا استغربت؟ حيت اختي كتقول لي باللي خويا عنده ظروف قاصحه وباللي هي تسلفات باش تعاونو، كيفاش السيده حتى ولات مزلقه بالدهومات؟ يعني شي حاجه اللي كتستدعي الشك. المهم البنات اختي جات من برا دوزات معنا ديك العطله، تهلات في الوالده ديالي، الحمد لله شافتها الوالده ديالي حتى هي تقعدات وولات على خير. نهار اختي قربت انها تمشي هضرات مع مرات خويا وقالت لها فلانه واش وجدتي لي الفلوس؟ راني غاديه نبغي نمشي وخاصني نديهم معايا، راني خديتهم غير من عند راجلي. قالت لها ما عنديش. ويلا صاحبتي، قالت لها انت عايشه برا وديك الفلوس كامله تشتو بالفلوس وملي تجي تقولي لي انا ما عندكش؟ ما يمكنش. على هاد برا اشنو بينات عليك الا كانوا بحال هذوك الفلوس نتيا ما كتكسبيهمش باش تعاوني بهم خوك؟ هادشي راه عيب وحشومه كاع تقوليه. اويلي قالت لها درتي الضحك، عايشه برا شحال من عام هذا وجايه تقولي لي باللي تسلفتي دوك الريالات من عند راجلك. ايوا شوفي، قالت لها انا راني ما عنديش منين نعطيك، وهذوك الفلوس راكي عاونتي بهم خوك ماشي عطيتيهم ليا انا. قالت لها شوفي خويا ما طلب مني حتى شي حاجه، انت اللي عيطتي ليا وانت اللي قلتي ليا صيفطي ليا، فبلا ما تبقاي كل مره كتدخلي ليا خويا. ايوا السيده ضرباتها بنكره لاختي وقالت لها الفلوس ما عنديش منين نرد لك. وفعلا اختي هذوك الفلوس كانت مسلفاهم من عند راجلها وقالت له صافي انا نرجعهم لك. يعني فاش غادي نرجع؟ ولات اختي في واحد المشكله اللي هي كبيره، وقالت للوالده ديالي باللي هاد السيده باغيه تخلق ليا مشاكل مع راجلي، وانا دابا ما عارفاش كيفاش غادي نتصرف. شفنا حتى عينه وقلنا ليها دابا ما عليك الا تقصدي خوك وغادي تهضري معاه بكل صراحه وغادي تعرفي هاد السيده شنو تحت راسها، واش فعلا خونا في اخبار وبان هاد السيده واخده الفلوس وعطيهم ليه ولا غير كتضحك علينا حنا كاملين. داكشي اللي كان البنات. عيطنا على خويا وقلنا له باش يهبط عنا للدار. جلسنا مجموعين وبدات كتهضر مع اختي، قالت لي شوف اخويا واش انت تبغي ليا المضره؟ قال لها لا اختي حاشا. قالت لي واش انت تبغي ليا انني نكون في مشاكل مع راجلي؟ قال لها بطبيعه الحال لا. ايوا قالت لي اخويا قول لمراتك ترد ليا فلوسي. قال لها اين فلوس كتهضري عليها؟ قالت لي راه مراتك قالت لي وها قالت لي، قالت باللي نتايا كنتي مأزم وما عندكش فلوس وما قدرتيش تقولها ليا وجات هي قالتها ليا وكانت موعداني على اساس انني فاش غادي نجي ونقرب نمشي غتعطيني فلوسي، ودابا ولد الناس راني جيت وما بغاش تعطيني فلوسي. راها ضرباتها ليا بنكره. خويا بقى كيشوفو مستغرب، قالها اش من فلوس هي عطاتني؟ انا ما عطاتني حتى شي حاجه، واصلا انا ما كنتش مخصوص، الحمد لله كنحمد ربي ونشكره، ما خاصني حتى شي خير. هاد الفلوس اللي قالت لك هي عطاتها ليا راه نصبات عليك وخداتهم، لانني انا ما شفت منها لا ريال لا جوج، وعمرني انا ما شكيت ليها ولا قلت لها بلي انا مخصوص. قلت له كيفاش زعما؟ واش نتوما بغيتو تدوروني؟
قال لي شوفي اختي، راه حنا واقيلا راضعين بالزوله وحده، وهاد الهضره اللي كنقول لك راه هي اللي كاينه. عمرني ما تخصيت وجيت قلتها للمراه، وعمرها ما مشات دارت شي حاجه وجابت لي الفلوس. يعني الا دارت شي حاجه راه نصبات عليك، وانا غادي نرد لك حقك. قالت له كيفاش غادي دير اخويا؟ نقص انا البنات. طبيعه الحال كنت حاضره لذاك الحوار كامل. قلت له حنا مؤخرا شفناها كاع مزلقه بالذهوبات، ونهار سولتها وقلت لها الذهب زوين، قالت لي راه ماشي ذهب، هذاك راه غير بلاكيور. ايوا خويا، لا كان هذاك الذهب واخداه هي من الفلوس اللي نصبات عليهم، يعني نصبات فيهم على اختي، فراه سهله، حيد لي هذاك الذهب، بيعوه وفلوسه ردهم لختك. ايوا خويا، هذيك الساعه طلع لعند مراته، ما نعاودش لكم، عطاها قتله ديال بصح، وقال لها هادشي اللي درتي من مورايا ما كانش خاصك ديريه، مع من تشاورتي حتى تطلبي الفلوس من اختي. المهم زيرها البنات وخدا من عند هذاك الذهب، ودار كيف ما قلت لي انا، مشى هو وياها باعوا داك الذهب وداك الشيء اللي جابوا، واخا المبلغ ما كانش كامل، ولكن الحمد لله، اللهم نص الخساره ولا الخساره كلها. خدات اختي ديك الفلوس وقالت الله يسامح فيما باقي. المهم انها ما بقاتش تعاود مره اخرى، وما بقاتش تدار بيا. مرت الايام، طبيعه الحال هي كانت شويه صعيبه، وكيف ما قلت لكم دوزات العذاب على الوالده ديالي. فواحد النهار كانت خارجه، حتى جات لعندي وقالت لي يا فلانه، راني بغيت نقول لك شي حاجه. جات لعندي لداري فين ساكنه. قلت لها مرحبا دخلي. دخلتها. ايوا قالت لي اختي، انا غادي نهضر معاك والفهم يفهم. قلت لها قولي شنو واقع. ايوا قالت لي دابا مثلا تكون عندك شي وحده كتعتبريها بحال اختك، وتشوفي مثلا راجلها داير ما باغي، ويدوز من قدامك وهو مركب وحده في الطوموبيل وعايش هو وياها الحياه، وديك السيده مخليها في الدار ملهيه هي وولادها تقريبا نفس التقاده، مشيبينها ومعذبينها في حياتها. واش تقدري تبقاي ساكته؟ طبيعي غادي تضربك النفس، وغادي تبغي تفقهيها وتحلي لها العينين. حسيت بكلامها كينطبق عليا، ومؤخرا انا كانت علاقتي شويه متوتره براجلي، وليت انا ندير واحد الاسقاط ديال الهضره ديالها على حياتي. وجاوبتها وقلت لها بطبيعه الحال غادي يبقى فيا الحال، وغادي نبغي نفقها ونحليها العينين. ايوا قالت لي سمعي مني اش غادي نقول لك، هادشي اللي وقع راه ماشي شي وحده صاحبتي ولا كنعتبرها بحال اختي. هادشي اللي وقع راه عندك انتي، راجلك لالا كنت خارجه وشفتو دايز بالطوموبيل ومعاه وحده غزاله كتحمق بالزين. عرفتي الا جات قدامك انتي ما تبانيش في هاد الحاله اللي انتي فيها، مخشيه في الدار نهار وما طالو انتي في الكوزينه والدراري جرجروا فيك وحالتك حاله. ايوا قالت لي راه هو عايش الحياه. ايوا نوضي قالت لي توقدي قبل ما يدوز الماء من تحت رجليك. دخلاتني الشك، وليت كنقلب لراجلي النهار وما طال في التليفون وباغيه نشد عليه شي حاجه. وليت انا وياه في المشاكل كل نهار، فين كنتي فين مشيتي مع من كنتي. نوضت معاه مشاكل اللي هي كبيره لدرجه انه قال لي يعطيني اتساع. بركه عييت، واش انا نجي من تماره نجي نلقى الصداع قدامي؟ هادشي راه بزاف. هزيت حويجاتي وهزيت ولادي ومشيت لعند ميمتي. مشيت وانا كنبكي وكنشكي وكنقول لها شنو واقع. ونهار قلت لها باللي مرات خويا هي اللي جات وقالت لي، قالت لي واش انتي هبيله، واش نتوما، قالت لي ما بغيتوش تدعروا، دارتها بختك ودابا جات دارتها بيك. باش عرفتي انتي راجلك راه كيدير هاد الفعايل؟ باش عرفتي باللي هي بغات تدخل غير كيسوسه في وسط منكم؟ واش هي غادي تنسى لكم النهار اللي وقفتوها عند حدها، والنهار اللي خوك حيد لها الذهب من عنقها وداه باعو؟ راه عمرها ما غادي تدوزها ليكم. نتوما دابا اللي قلبتوا عليها، واش غير لا قالت لكم شي كلمه كتسمعوها شو تطبقوها؟ قالت لي شوفي بنيتي، راجلك الا اتصل بك وقال لك رجعي لدارك غادي ترجعي وانتي حاضره الراس. عرفتي علاش؟ لحقاش انتي ظلمتيه ونكدتي عليه الحياه. انسان كيمشي كيضرب الكرفي على ودكم، وكيحاول انه يخليكم عايشين في واحد المستوى اللي هو مناسب،
وفي الاخر نتيا ملي كيدخل للدار كتبداي عليه فين كنتي فين جيتي لحقاش وحده عمرات لك الراس ديالك. فعلا البنات دوزت ديك المده ولا كيتصل بيا راجلي وكيقول لي راني توحشت الوليدات، نعلي الشيطان زلت لسان قلت لك ديك الكلمه ديال عطيني اتساع، رجعي لدارك بنت الناس راني كنحماق عليك وعمر شي وحده ما غادي تجي في بلاصتك، وهادو اللي عمروا لك راسك راهم باغيين غير يخرجوا عليك. الوالده ديالي فاش قلت لها الهضره اللي قال لي قالت لي شوفي جمعي حويجاتك وعيط على راجلك يجي يديك. عيطت عليه ورجعت مع راجلي، رجعنا سمنه على عسل. بحكم ان علاقتنا كانت متوتره فانا قلت صافي ديك الهضره اللي قالت راها صحيحه. لحد يومنا هذا عمرني ما شديت عليه شي حاجه وعمرني ما شفت عليه شي حاجه، انا ما متاكداش الهضره اللي قالت هي صحيحه ولا غلطه. المهم هو انني ما بقيتش باغيه نعطي ودني لغيري، وليت باغيه نعيش حياتي ونبقى غاديه في امان الله حتى ربي يبين لي الحقيقه قدام عينيا. ولا كانت شي حاجه راها تبان تبان، والغدار عمره ما يربح في حياته. مشيت بهذا المبدا، شافت راسها ما قدرات تدي مني لا حق لا باطل. الوالده ديالي كانت في كتافي ووعاتني وخلاتني انني ما نخرجش على راسي وما ندمرش حياتي. لاخر لحظه كنت البنات غاديه نتفارق انا وراجلي بسبب كلامها. الوالده ديالي قالت لي بنيتي دابا آل الاوان باش غادي نقول لك اشنو كان واقع ليا فاش كنت عايشه مع خوك في وسط دارو، وداكشي اللي كنت كنشوف راه ماشي بسبب انها هي ما كانتش كتعطيني الماكله ولا ما كانتش كتهلا فيا باش هبطت لداري، ولكن راه بالفعايل اللي كنت كنشوفها كديرهم ما قدرتش نبقى جالسه، لانني انا الا بقيت جالسه تما غادي نفجر عليها وغادي نفضح اي حاجه شفتها تما. قلت لها ماما شنو كاين شنو شفتي؟ قالت لي باقا تعقلي، خوك واحد النهار كان باغي يصبغ واحد البيت وقال لها بلي الصباغ راه غادي يجي، وانا راني كنت معاها في الدار فطبيعي الصباغ واخا يجي ما عندناش مشكل. لكن بنيتي داك الصباغ النهار اللي جا السيده فحال الا كتعرفوا من شحال هذا مهما دخل السلامه فلان كي داير لاباس عليك بخير، دخلاتو للبيت وكتوريه البلايص اللي هي باغيه تقادهم. واحد شويه انا جالسه في بيتي كنسمع الضحك والتكركير وكتقول لي ان شاء الله نعوضوها مره اخرى. وانا كنسمع داك الكلام عرفت بلي هاد السيده خارجه للطريق ودايره خوك غير بلاكا. وهاد الموقف تكرر بزاف ديال المرات ماشي غير مع السباغ، لدرجه بنيتي حتى نصاصات الليل خوك كيجي مقتول بالتماره كيطيح كيبدا يشخر وهي كتمشي لذاك البيت اللي كان خاوي وكتبقى جالسه كتهضر في التليفون وبالتوشويش. ما كنعرفهاش شنو كتقول يعني ما فرجش كلامها، ولكن من خلال داك الضحك ديالها وديك الهضره الطريقه كيفاش كتهضر يعني دايره شي حاجه اللي ما هياش. واش الانسان الا بغى يهضر مثلا مع والديه غادي يهضر حتى ينعس كل شيء؟ راه النهار كامل وهي خارجه داخله يعني عندها الفرصه فين انها تهضر حتى الا كانت بغات تكون بعيده عليا. بنيتي هذيك السيده ما ساحياش، وانا راني ما قادراش انني نجي ونقول لخوك هاد الهضره خفتو يكرهني. هي غادي تكون خايبه وخوك ما يستاهلهاش، ولكن انا الا مشيت وهضرت وقلت لي افلان حضي راسك راه مراتك شنو كدير وشنو كدير غادي يكرهني انا لانها هي الفعه وعرفات كيفاش دير كتلوى عليه. انا البنات اليوم جيت شاركت معكم حكايتي، جيت باش نقول لكم هاد مرات خويا داهيه، انسانه خلواضه، انسانه اللي ما كتبغيش الخير للناس وما خلات ما دارت فينا، ما زقلات فينا حتى شي واحد. ودابا البنات انا بغيت ناخذ رايكم، بغيت شي طريقه نوعي بها خويا باش يرد البال، لان هاد السيده راه خطيره وخطيره بزاف وخايفه خويا واحد النهار يجي ويتصدم شي صدمه اللي ما كانش كيتوقعها. اعطوني رايكم اعزائي المستمعين، كنتمنى بلي القصه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده. دمتم في رعايه الله.